تعال ما نشغل إذاعة القرآن الكريم مع بعض. دي إذاعة القرآن الكريم بالشكل اللي قدامك ده كده، ونجوم اف ام، وأي إذاعة موجودة في مصر هتلاقيها وهتشغلها على البرنامج بالشكل ده. يلا مع بعض نشوف البرنامج. هو ده البرنامج بالشكل اللي قدامك ده. هتفتح البرنامج بالشكل اللي قدامك ده كده. أول ما بيتفتح معاك طبعا بيطلب إذونات، بتديله الأذونات. هي عبارة عن السماح بالصوت ومفيهاش أي أذونات مضرة لخصوصيتك أو للجهاز. وعندك إذاعة القرآن الكريم بالشكل اللي انت شايفه ده كده. هي في البداية بتشغل إعلانات، لكن إعلانات بدون صوت، ودي على البرنامج بس مش على الموبايل كامل. تمام. وعندك نجوم اف ام، ودي محطة مصر. تمام. كل أي محطة إذاعية موجودة في مصر هي موجودة عندك. وده عبارة عن برنامج، وهو كل اللي فيها ان هو بيحتاج انترنت. وعندك بودكاست، لو حابب تسمع اي بودكاست موجود عليه مكتبة بودكاست جامدة جدا. لكن هو في المقام الاول للقرآن، والحاجات دي متوفرة عليه بشكل كامل. كل حاجة موجودة، وخطب قرآنية. وكل عام وانتم بخير.